فيلم ليك يوم يا ظالم من إنتاج عام 1951 بيعتبر من كلاسيكات السينما المصرية، وبيقدم رؤية درامية اجتماعية بتسلط الضوء على الصراع بين الخير والشر داخل المجتمع في الأحياء الشعبية. الفيلم من إخراج صلاح أبو سيف وتأليف نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف والسيد بدير، وبطولة نجوم من العيار الثقيل زي فاتن حمامة ومحمود المليجي ومحسن سرحان. بيستعرض الفيلم قصة مشحونة بالخيانة والطمع والانتقام، وفيه بتتجلى العدالة في مواجهة الظلم مهما طال الزمن. بتبدأ أحداث الفيلم وسط جو احتفالي في العيد، لكن خلف الكواليس بتبدأ تتكشف مآسي وصراعات مؤلمة. زغلول اللي قايم بدوره محمد توفيق هو الرجل الطيب اللي بتتحول حياته لكابوس بعدما يتورط مع صديقه المقرب منير اللي بيطمع في كل حاجة تخصه، بما في ذلك زوجته إنصاف. منير اللي بيمثل الجانب الشرير بيحاول استغلال الثقة والجمع بين الطمع والخيانة لتحقيق مصالحه الشخصية. في نفس الوقت حسونة بيدور على الحقيقة وبيقدر يكشف التدابير الملتوية اللي بتقام من وراء الكواليس. القصة بتتصاعد في إطار من التوتر والإثارة مع تدخل الشخصيات التكميلية زي المعلم شحاتة وأم زغلول اللي بتضيف طبقات من الدراما للمشهد العام. الأداء التمثيلي محمود المليجي بدور منير قدم شخصية الشرير بكل ما فيها من طمع وخداع، وأدى دوره بأسلوب مقنع بيبرز تعقيد الشخصية وسلطتها. فاتن حمامة إنصاف أدت دور الزوجة الممزقة بين الحب والخيانة بمهارة عالية، مما جعل المشاهد بيحس بصراعاتها الداخلية. محمد توفيق بدور زغلول جسد شخصية الرجل الطيب المجروح بخيانة صديقه بشكل مؤثر، مما أكسبه تعاطف الجمهور. محسن سرحان كان له دور مهم في كشف الحقائق وإبراز ملامح النزاهة في شخصية بتعارض الظلم. أدوار الشخصيات الثانوية زي المعلم شحاتة وأم زغلول ساهمت في خلق جو درامي معبر عن الواقع الاجتماعي في الوقت ده. الإخراج والتصوير صلاح أبو سيف برع في نقل أجواء الحارة المصرية القديمة بدقة عشان استخدم تفاصيل الحياة اليومية والديكورات الطبيعية لنقل إحساس الزمن والمكان. زوايا التصوير والإضاءة لعبت دور أساسي في إبراز التوتر بين الشخصيات مع تسليط الضوء على تناقضات الخير والشر بين الأبطال. الموسيقى التصويرية والأصوات المصاحبة زادت من تأثير المشاهد الدرامية وأضفت على الفيلم جو من الغموض والتوتر. الفيلم بينتهي برسالة قوية بتقول إن الظلم ما بيدومش مهما طال الزمن، واللي بيغدر في الآخر بياخد جزاؤه. بالرغم من خطط منير ومؤامراته، العدالة بتحقق نصرتها في النهاية، مما يبرز فكرة أن لكل فعل حقه ومصيره محسوم. الفيلم بيدعو المشاهد للتفكير في عواقب الخيانة والطمع، وبيأكد أن الحق دايما بينتصر مهما حاول الظلم إخفاء ملامح. تعالوا نشوف قصة الفيلم، بس قبل ما نشوف قصة الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة يا صديقي. في البداية بنسمع الأذان وتكبيرات العيد في مصر القديمة، والناس بتصلي العيد. الأطفال الصغيرين بيلعبوا في الشارع، والحاجة أم زغلول بتدعي لابنها عشان يخلف، بتصحيه من النوم عشان يصلي العيد وبتدعي له إن ربنا يرزقه ولد صالح. وبنشوف حمامات البخار بتاعت زمان، والمعلم شحاتة صاحب الحمام بيسأل على زغلول ويديله حمام، وبيدخل عليه حسونة اللي شغال وكيل محامي. وبعدها بنلاقي زغلول قاعد وسط اصحابه بيضحك، وفجأة تدخل عليهم أنصاف مراته، وبنشوف منير صديق زغلول. بعد كده منير بيلمح بالكلام على مرات زغلول، ويرسم المعلم شحاتة وهم قاعدين طول الوقت هو عمال يلمح لحاجة، ويسلم على مرات زغلول قبل ما يمشي، ويزور زغلول مرة تانية وهو عينه على مراته. وفجأة زغلول يمرض ويدخل يجيب منها شوية مية، ويعترف لها انه من اول ما شافها كان معجب بيها وبيحبها، وبيجيب لها كوباية المية وتقع منه. بعدين بنشوف زغلول ومنير في الشغل، وفجأة زميل منير بيطالبه بالفلوس اللي عليه قبل ما ياخد اجراءاته، فيطلب من زميله مهلة عشان يسددها.
وعلى فجأة منير يستلف من زغلول مبلغ مالي ويروح على بيت أنصاف مراته وهي قاعدة لوحدها. بعد كده منير يلعب عليها بالحب ويقنعها انها تسيب البيت وتسيب زغلول خالص وتتطلق منه، بس هي بترفض عشان هو ابن عمتها وكمان هو مريض، وان عمتها هي اللي ربتها، ويدلس عليها ويقول لها انه هينتحر عشانها، وبعدين يقنعها انها تقابله بالليل ويطلب منها انها تهرب من البيت. وفجأة تدخل عليهم ام زغلول، لكن منير يلحق نفسه ويستخبى منها. وفي نفس اللحظة زغلول بيجي من الشغل تعبان ويستغل الفرصة ويدخل يزوره منير. وبعدين الوقت المحدد بيجي وتقرر أنصاف انها تسيب زغلول وتلم هدومها، وفجأة تدخل عليهم عمتها ام زغلول عشان تطمن عليها، لكن تلحق نفسها وتخبي شنطتها. وبعد ما تطمن على زغلول تقرر أنصاف انها تهرب. بعد كده وعلى فجأة زغلول بيمرض وينادي عليها، لكن ضميرها بيأنبها وتقرر ترجع له تاني عشان تديله العلاج وتتأثر بمرضه، وكمان هو بيدعي لها ان ربنا يعوض صبرها خير. بعدين المرض بيشتد ويزيد عليها ويضطروا يجيبوا له دكتور. ومنير وهو مستني أنصاف في منتصف الليل يقرر يزور صاحبه، بس هو بيدخل بشيطانه على أنصاف انه كان منتظرها وان زغلول كده هيموت وانها ما جاتش ليه. ومع اذان الفجر يدخل زغلول في غيبوبة وبعدين يصحى تاني، وبعدها يخرج هو ومراته ومعاهم منير عشان يتفسحوا. بعد كده منير ياخد زغلول وينزلوا المية عشان يعوموا، لكن زغلول مش بيعرف يعوم فيغرقوا في المية، بس هو كان بيقاوم لآخر لحظة، وهو بيقاوم خربش منير في وشه ويغرق زغلول. بعدها مرات زغلول تصوت وتلم الناس والخبر يوصل لأمه، فتقعد حزينة لأكتر من شهر. بعدين بيطلع لنا حسونة والشك بيثيره في كل وقت، وهو شغال وكيل محامي وجارهم كمان، بس بيلاحظ ان تصرفات منير غريبة جدا. ومنير بيجمع ايجار الشهر للحاجة ام زغلول عشان يبعد الشبهات عنه. وفجأة بيدخل عليهم زباين عشان عايزين يأجروا حمام البخار بتاعهم عشان يعملوا فرح. منير يقنع ام زغلول عشان هي كانت رافضة والمشكلة تتحل بالمبلغ اللي هم عايزينه ويعملوا الفرح في حمام البخار. بعد كده بنشوف ام زغلول قاعدة زعلانة عشان ابنها مات. بعدها بنشوف رجالة الحارة قاعدين مع بعض وبيتكلموا وهم بيشكروا في منير ورجولته وجدعنته. منير قاعد معاهم وبيحاول يدخل لهم بطريق غير مباشر وبيلمح لحاجة ويقول لهم انه مش هينفع يدخل عليهم تاني عشان كلام الناس كتر. وأنصاف قاعدة مترملة في البيت ويتمسكن عليهم. كمان بيلمح ان أنصاف لازم تتجوز ويبعت للمعلم شحاتة انه عايز يتجوزها. الناحية التانية حسونة نفسه يتجوزها، بس الحاجة مش موافقة خالص، لكن المعلم شحاتة بيقترح عليها اسم منير وحسونة. بس في الاخر حسونة يزعل ويمشي لانه كان عايز يخطبها وكان عينه عليها من زمان. ومنير بيجي يواسي ام زغلول بكلمتين ويتمسكن عليها لحد ما يكتب الكتاب، وفي النهاية الكتاب اتكتب بحضور الشهود. بعد كده منير يدخل على أنصاف في أوضة زميله السابق زغلول ويتضايق أوي من صورته ويشيلها وتهيأ له إنه موجود معاهم في كل مكان في البيت. بعدين يطلب من أنصاف فلوس ويكذب عليها في كل حاجة وياخد منها الذهب والفلوس ويسافر اسكندرية عشان يشوفوا مسرحية عن الخيانة، لكنه بيتضايق ويمشي بعد ما سمع كلمة ليك يوم يا ظالم. والجريمة بتاعته وعملته بتلحقه في كل مكان ومش قادر ينسى زغلول زميله وصاحبه اللي خانه. وبعد ما رجعوا اسكندرية تلاحظ أنصاف انه معاملته اتغيرت عن الاول وانه ما بقاش طايق نفسه نهائي. بعد كده منير يخرج ويسهر في الكباريه ويتعرف على واحدة رقاصة هناك وبيلمح لها انه عاوز يتزوجها. وفي نفس الوقت حسونة يبلغ المعلم شحاتة انه شاف منير في الشارع العقاري عشان عايز يبيع بيت من املاك الحاجة ام زغلول، فيقرر يروح يبلغ الحاجة وهو
بقى رايح البيت يشوف منير وهو بيفتش في بيت الحاجة، وبعدها بيبلغ المعلم شحاتة على اللي حصل، والمعلم يبلغ الحاجة فتلاقي كل حاجة زي ما هي ومفيش حاجة اتسرقت. بعد كده حسونة يعرف ان انصاف اتسرق منها الذهب ويشك في منير، بيروح لها البيت ويبلغ الحاجة بكل حاجة ان منير ده واحد صايع ولعبي وما عندوش اي املاك زي ما كان بيقول، ويكشف لها كمان انه اتعرف على واحدة رقاصة وبيصرف عليها كل فلوسهم، وبعدين بياخد انصاف عشان تشوف بعينها وبتشوفه في حمام السباحة، وبتتفاجئ كمان انه بيعرف يعوم على الرغم انه قال لها انه مش بيعرف يعوم عشان ينقذ زميله زغلول اللي غرق. وفجأة يدخل منير بعد منتصف الليل البيت سكران، وتصحى انصاف وتسأله كنت فين لحد دلوقتي وانت سكران، وتسأله عن البت التانية اللي ماشي معاها، وتواجهه بالحقيقة كلها وتهدده ويهددها انها شاركته في الجريمة. وفي نفس الوقت تسمع ام زغلول الحوار اللي دار منهم وتعرف ان منير هو اللي قتل زغلول ابنها، وعلى فجأة تقع من طولها وبيجيبوا لها دكتور، والنتيجة انها جالها شلل من الزعل ومش هتقدر تتكلم تاني، لكن ممكن تتحسن مع الوقت بالعلاج. بعد كده منير يحاول يخلي الحاجة تشرب الدواء وهي مش عايزاه، فيحاول يشربها الدواء بالعافية، لكن فجأة تدخل انصاف وحسونة ويبدأ حسونة يشك في منير تاني بعد ما سمع عنه كلام وحش، فيبلغ المعلم شحاتة، وبعدين يواجهوا منير وحسونة ثابت على موقفه، وبعدين دماغ منير بتبدأ تخطط لحاجة، فيروح المعلم شحاتة حمام البخار في عز الفجر، ويطلع منير من البيت وراه ويحاول يدخل وراه، لكن فجأة يظهر حسونة في النص فيستخبى منير منهم. بعد كده منير بيدخل بخيانته ويزق المعلم شحاتة في المية السخنة، ويلحق المعلم شحاتة نفسه ويتعرف عليه بعد ما جات رجالته. بعدين منير يجري ويستخبى عند انصاف ويحاول يستعطفها ويقول لها ان مستقبله بين ايديها وانها ما تقولش لحد انه خرج، لكن انصاف بتداري عليه. بعدين تطلع الست ام زغلول مرة واحدة وهم ماشيين، وفجأة يقرر منير انه يسرقهم تاني وتمسكه انصاف وهو بيسرق، فتعمل له فضيحة وهو بيضربها ويوقعها على الارض. في نفس الوقت بيحاول يقتل ام زغلول، لكن صورة ابنها بتقع على دماغه فيخليه يغمى عليه. بعدين بنشوف ام زغلول بتحاول تقوم وبتعكز عشان توصل للبلكونة، وفجأة تشوفهم جارتهم مرات ابو صريع بتدخل وتستغيث بالناس. منير بيحاول يهرب لكن حسونة ورجالته مش سايبينه، وفي النهاية وبعد صراع بيقع منير في الحمام المغلي ويموت، ويتجوز حسونة انصاف. وفي الاخر بنشوف المعلم شحاتة ومكلفتينه عشان وقع في المية السخنة وبيضحكوا عليه، ويخلص الفيلم على كده.